السلام عليكم. اليوم انا حضر معكم بيتزا بالطريقه الايطاليه اللي كتجي لذيذه وسهله للمبتدئات. اول حاجه كنديروا جوج زلايف ديال الفور، سلافه ديال الفينو، معلقه ديال السكر، معلقه ديال الخميره، ونص معلقه ديال الملحه، وشويه ديال الزعتر، وكنعجنوه بالماء اللي يكون دافي. من بعد ما كنعجنوه كنضيفوا عليه شويه ديال الزيت العود، كندخلوه في العجين وكنخليوه يخمر لمده ساعه. من بعد كنبداو نقسموا الكريات ديالنا على هذا الشكل وكنجمعوهم وكنخليهم عاوتاني تخمروا واحد شويه حتى كيتضاعف الحجم ديالهم. ومن بعد كنشكلوا كل كره كنقرصوا هكا بشويه ديال الفينو اللي يكون مرشوش، كنثقبوا هكا البيتزا ديالنا باش ما تنفخش لينا هكا من الوسط. كنديروا لاصوص ديال الطوماط اللي كنت سبق ليا وشاركت معكم، درت الطون وشويه ديال الفلفله والفرomاج من الفوق والزيتون. كتقدروا ديروا في البيتزا ديالكم اللي بغيتو من المكونات. درت عليها هكا شويه ديال الزعتر من الفوق. نتمنى تعجبكم الوصفه وجربوها وردوا عليا الخبار، وبالصحه والراحه.